واش الدراري واش العشران، معاكم الرايدر فيديو جديد. هاد النهار ان شاء الله غادي نديرو تيست رايد للبيكر كروس. بطبيعه الحال بزاف منكم في لي كومونتير قالوا لي باش نخدم على تيست رايد هكا ديال البيكر كروس. انا هاد النهار اخوتي قلت ان شاء الله نصاوب لكم التيست رايد، نهضر فيه على اي حاجه كتعلق بهذا الموتور هذا، نشارك معكم تجربتي فيه. وفي التالي ديال هاد التيست رايد هذا غادي نخلي لكم واحد السينماتيك واعر على هذا الموتور هذا. خليكم معايا حتى التالي ديال لا فيديو باش ما تزقلوا حتى شي معلومه كتعلق بهذا الموتور هذا. نشوفوا ان شاء الله مورا الانترو. بيساو. Audio Jungle. اول حاجه اخوتي غادي نهضروا عليها في هذا الموتور بطبيعه الحال وهي الماكينه فيه 150 150 سي سي 4 طون. موتور فيه 5 رابورت فيتاس، بروميي لتحت كلشي الفوق. السيستم دو لوبريفيكاسيون فيها بار كارتر اوميد، يعني ما فيها لا بومبا ديال الزيت لا حتى شي حاجه، تتخوي لها الزيت في الكارتر، بياس ميكانيك تبقى يطلع الزيت للفوق وصافي. ما فيهاش رادياتور، فيها الكونديسيونمون بار اير. بطبيعه الحال الريح اللي فاش كتكون انت غادي داك الريح اللي كيضرب فيها هو اللي كيبرد على الماكينه. بالنسبه للماكينه مهزوزه على الارض ب 45 سنتيمتر. بطبيعه الحال هذه حاجه زوينه، يعني بالنسبه للحفاري لا لي دودان لا بغيتي تهبط منهم شي طريطوار ولا شي حاجه كتبقى الماكينه مهزوزه وعاليه مرتاحه. الماكينه ديالها في القوه الجبائيه ديالها 2 الخيل، من فوق كتسمعها 2 الخيل، يعني كتعرف بان لاسيورونس زايده. بالنسبه للوريقات ديالو كتقطع له في دار الضريبه 405 دراهم. بالنسبه للروايد ديالو فيه روايد بالرايونات. العبار الرويده الاولى ديال 19 90 على 90، بما انه كروس راكم عارفين اخوتي كتكون الرويده الاولى كبيره. الرويده التاليه عندنا ديال 17 العبار ديالها 90 على 110. بالنسبه للسيستم دو فريناج ديالها فيها اللور الفريناج بار طومبور وفيريدو، وفيها القدام فريناج بار ديسكو بلاكات. بالنسبه لي مانيت ديال هذا الموتور هادو ما فيهم شي حاجه مغايره على الموتور ديال الشينوا. لي مانيت اللي هما سامبل، فيهم هنايا ستارتر، فيهم هنايا باش كتقلب الضواو، فيهم هنايا الكوب كورون، فران خلاص لوفيي الفران الاول. في المالات ديال اليسار عندنا سويتش اللي كتقلب بين الفار والكود، سويتش ديال لي سينيال، كلاكسون، عندك هنايا البوطون ديال الفار ولومبرياج بطبيعه الحال. الدراري صاحبي زاد له تبارك الله هاد لي كاشمانات هادو جا ما شاء الله تيحمق بهم، يعني هادو ما تيخرجش بهم هاد لي كاشمان، انت كتزيدهم له وتبارك الله الله يسخر له، جاو واعرين مع الموتور. في الكونتور بطبيعه الحال عندنا كونتور اللي هو انالوجيك ماشي كونتور ديجيتال، هاد اللعيبه اللي ما عجبتنيش انايا. وعندنا هنايا في هاد الجهه هادي النيفو ديال ليسونس، وعندك تما واحد البولات واحد لي فوايون تيوريو لك البروميي والدوزيام لي رابور ديال الفيتاس. نزيد عليها واحد هنايا واحد البوله ديال السينيال، يعني هي بوله وحده اي سينيال شعلتي فيها كتبقى تسني هي. الصراحه ما مصاوبينلوش شي طابلو اللي هو زويون بزاف، نظرا للثمن ديالو الديكور اللي عانيين به برا من برا. من الناحيه ديال الطابلو ما عطاوش شي طابلو اللي زويون. كنت كنقول يعني بانهم يقدروا يصاوبوا شي حاجه مع من هكايا، يديروك شي طابلو ديجيتال وشي كونتور انالوجيك ديال الرونفلاج، يعني هكاك شويه تتحس بالموتور انه مخدوم مليح. مي ماشي مشكل، يعني هادشي هذا حنا الاداء ديالو في الشانطي وكذا راه هادشي هذا ما عندوش دخل كاع في داك الاداء. هو تبارك الله في الشانطي ولا في الاوفرود راه تيحمق وتعول عليه. الريزرفوار ديالها تيهز 10 لتر ونص. الكونسوماسيون ديال هذا الموتور هذا كتبدا من 2.5% حتى ل 3%، يعني على حسب السوغان ديالك انت كي داير والرونفلاج، واش كتخدم بلي رابور لتحاتب زايد ولا كتكسلها في الطريق ولا عندك سماطي ولا راك عارف، يعني حتى السوغان ديال بنادم تيلعب في الكونسوماسيون بزاف. بالنسبه للوزن ديال الموتور فيه 120 كيلو، والوزن الاقصى اللي يمكن له يتحمل حتى 150 كيلو. عارفين حنا الدراري راه تيهزو به حتى ل 200 كيلو اللي غادي 4 بلاصه اللي، ولكن يعني فريقاته راه داير لك ما تفوتش عليه 150 كيلو باش تحافظ عليه. والموتور اصلا كل ما خففتي عليه كل ما مزيان. بالنسبه للاسيورونس ديالو زايده شي شويه على موتور 125 لانه محسوب على 2 الخيل. كتقطع له 3 شهور ب 745 درهم، يعني في العام هكاك تتجي واحد ما بين 53 حتى 56 الف ريال. بطبيعه الحال على حسب كل اسيورونس والثمن اللي كتحسب، وعلى حسب الكليان والاقدميه واش كاين شي تينقصوا لك هكايا سي بورسونتاج على الاقدميه ولا لا.
بالنسبه لهذا الموتور هذا خرج لنا في 3 ديال اللوانات. عندنا الكحل بحال هذا والازرق والحمر. الاكثر شعبيه واللي اكثر يعني منتشر بزاف وهذا هو اللون الكحل، وكتلقاه حتى في الثمن زايد شي شويه. هذا خرجوا الدري صاحبي من لا ميزون، الله يسخر له الله يبارك فيه، جديد. بالنسبه للثمن ديال هذا الموتور هذا كيدير 1,170,000 ريال جديد من لا ميزون بميكسو. وبالنسبه للثمن ديالو في لوكازيون راكم عارفين اخوتي على حسب النقاء وعلى حسب الموديل وعلى حسب بزاف ديال الحوايج كيلعبوا على الثمن ديالو في لوكازيون. وندوزو دابا للايجابيات والسلبيات ديال هذا الموتور هذا. الصراحه هذا الموتور هذا الايجابيات ديالو اكثر من السلبيات، يعني فيه شي سلبيات بساطير ماشي شي حاجه اللي كبيره، حتى دوك السلبيات اللي فيه يعني ماشي شي حاجه اللي غتاثر على الخدمه ديالو وعلى لي بيرفورمانس اللي فيه، بالعكس. ما بين الايجابيات ديال هذا الموتور هذا انه تبارك الله عالي، يعني يمكن لك تمشي به في الاوف رود مرتاح، وبطبيعه الحال هو راه ديال الاوف رود اكثر من الطريق عاديه. اقتصادي في الكونسوماسيون ديالو، ما كيكونسوميش بزاف. الثمن ديالو مقارنه بداكشي اللي كيقدم صراحه ما بيش، هو كان شحال هادي تيخرج بشويه رخص من هذا الثمن هذا. مي راكم عارفين اخوتي راه كلشي غلا تبارك الله، يعني تسافر به تمشي به فين ما كان، يعني الاستعمال اليومي ديالك غيعاونك بزاف، يعني ماشي شي موتور اللي ما تعولش عليه، ولا بالعكس في الجلسه ديالو مريح. يعني في لي دودان هكايا لعلك تخمم دوزو ما تخممش. في الاوف رود يعطيك واحد البيرفورمانس اللي واعره الصراحه. انا ما عجبني بزاف حتى كنت جربته في الاوف رود الصراحه لقيته كيحمر الوجه. وندوزو دابا للسلبيات ديال هذا الموتور هذا. بالنسبه للسلبيات ديال هذا الموتور هذا الصراحه ما فيهش شي سلبيات اللي هما بزاف مقارنه بالايجابيات ديالو. من بين السلبيات ديال هذا الموتور هذا انه بلاكه كبيره، بطبيعه الحال تنقولوا بلاكه كبيره تنقولوا بانه بيرمي، يعني نقدروا نحسبوا هذه القضيه هذه ماشي من السلبيات. يعني البيرمي ديالك راه من الاحسن دوزو باش كتبقى مرتاح وبالك مهني. من بين السلبيات ديالو انه سيستم الفريناج فيه شي شويه عيان، هو فاش كيكون جديد كيكون زويون، مي مع الوقت داك الطومبور اللورو اللي فيه ريدو تيخواو بصراحه فاش كتعول عليهم ما كتلقاهمش. زيد عليها ان الرويد ديالو رايونات، يعني غتنسى شي حاجه اللي سميتها تيوبلاس. وواحد القضيه واحده اخرى كيتشكاو منها الناس اللي مدوزين هذا الموتور هذا، وهي ان البولونات ديال البينيو ديال الرويده التاليه كيبقاو يترخفوا مع الوقت، يعني مره خصك ترد معاهم البال وتولي تزيرهم. صراحه انا هذه القضيه هذه ما عنديش عليها شي معلومات كبيره. الدراري اللي مدوزين هذا الموتور هذا يخليوها لي تحت في لي كومونتير ويعاودوا لي على هذه القضيه ديال البينيو التالي واش بصح كيترخف ولا لا. زيد عليها انهم في الطابلو ديالو ما دايرينش كونتور ديال الريجيم، يعني لا تعرف به لي تور بار مينوت وداك الشيء. صراحه ما كرهناش، وكان فيه شي كونتور ديجيتال هكايا ويكون فيه شي اكرون شويه مسيتله. بين السلبيات ديال هذا الموتور هذا انه محسوب على موتور 2 الخيل، يعني واخا هو 150 سي سي ما عرفتش علاش هذه القضيه هذه. يعني اون فوا تيطلع الموتور ديالك في الوراق 2 الخيل راه لاسيورونس ديالو راه تكون غير موتور 125، يعني هو غير 150. يعني هذه حاجه شي شويه اللي فيهم خايبه. ونتمنى نكون شرحت لكم كل شيء على هذا الموتور هذا بطبيعه الحال. الا نسيت شي حاجه خليوها لي لتحت في لي كومونتير، سولوني على اي حاجه كتعلق بهذا الموتور هذا، وبطبيعه الحال انا راه كنجاوب على لي كومونتير كاملين. ما تنساوش اخوتي تشجعونا بدي لايك وبالبارطاج، بلبلوها لتحت بلي كومونتير، بلبلوها نشوفوا شنو كتعرفوا تقولوا اخوتي. خليوا لي كلمات ايجابيه، شجعوني ان شاء الله باش مازال يكونوا دي تيست رايد اللي هما واعرين. نخليكم دابا مع السينماتيك ديال هذا الموتور هذا، نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس اوت.